فلوج بعنوان صباح النشاط يا اخواتي. انا مش عارف اللي مصحين الساعة 7:30 8. خلينا اعمل فلوج دلوقتي، بس انا صحيت دوبك صليت كده وقلت ايه يلا بينا فلوج. طب هتعمل ايه؟ هتقول لي انا مش عارف، احنا هنمشي مع بعض. وانت رايح فين الوقت؟ شوف الوقت. الواحد بيفتكر اول فيديو له على القناة مش بعرف اتكلم قدام الكاميرا، اللي هو ايه الكاميرا دي، حاسس حد غريب وقاعد مكسوف منه كده. الوقت حاسسكوا قاعدين معايا هنا يعني عادي يعني. الوقت احنا وصلنا المكان المراد. تقول لي طب انت وصلت فين؟ اقول لك اوريك الوقت. يعني هو قرار غير موفق خالص في الشتاء، بس انا صحيت خدته يعني. اكيد بتوع صفت عارفين انا فين حاليا يعني. والله الجو تلج، انتوا مش متخيلين الجو، بس انا مش عارف اضحك حتى بق سجعان. ها قد وصلنا. اوريكم، مش عارف بيتلف ازاي، بس اوريكم. قد وصلنا ملعب صفت الخمار الدولي، استاد صفت الخمار. يلا يلا نقعد شوية ونتكلم شوية. الفكرة في اني بقالي فترة جامدة يعني ما بلعبش كورة، ما بجريش يعني، بعيد عن الرياضة شوية يعني. فصحيت الصبح كده يا دوبك صليت وانا ايه ده، طب ما تروح تجري اصلا ما الملعب فاضي. فطبت في دماغي يلا بينا فلوج. فيلا بينا نبدأ، بس نسخن شوية كده عشان الجو متنشن شوية واجيلكوا تاني. نبدأ اول حاجة شوية جري كده على السخان كده. وطبعا اهم حاجة تعرفها في الجري في الشتاء، انك كل ما تسخن شوية لازم تقلع. ايه اللي انا بقوله ده؟ ما علينا يعني. ايام ما كنت بروح النادي تلت ساعة دي كنت بجريها مثلا قبل التسخين بتاع التدريب، كده نتدرب بعد كده نلعب. الوقت التلت ساعة دي انجاز بالنسبة لي، بس كويس برضه. انا كنت عامل اجري 10 دقايق بالعافية. انا بقالي فترة جامدة ما لعبتش، يمكن سنة او اكتر ما لعبتش يعني. زي ما قلت لكم في الشتاء كل ما تسخن لازم تقلع يعني، عشان مش عشان حاجة يعني، مش قاعدة علمية ولا حاجة، لان انت بعد ما تخلص لو انت لابس تقيل بعد ما تخلص هتبقى جسمك سخن وكده وتعبان. آه فيش دقيقتين وتحس بالبرد. يلا بينا نجري يلا. ضوء لمع وسط المدينة رسم نداء لمنادينا حين يبدو ويختفي حين تلك إشارة باتمان. ضوء لمع وسط المدينة رسم نداء لمنادينا حين يبدو ويختفي حين تلك إشارة باتمان. ضوء لمع وسط المدينة رسم نداء لمنادينا حين يبدو ويختفي حين تلك إشارة باتمان. ضوء لمع وسط المدينة رسم نداء لمنادينا حين يبدو ويختفي حين تلك إشارة باتمان. الله الصبحية ده احسن وقت تتصور فيه، بس انا مش حد من اصحابي يعني، ما قلتش لحد ان انا جاي. زي ما قلت لكم انا صحيت كده يلا بينا هوب فلوج، يلا بينا يلا على طول. ف هصور نفسي، لازم اصور نفسي واستنوا النتائج. طبعا النهارده يوم التلات وعندي امتحان يوم 14. انا قاعد اتمرجع حاليا، واصلا امبارح متمرجع واخد بان على الجروب رسالة اتحاد الطلبة. فكرني اسيبكم، انا هفضحكم على الفضائيات كلها. لا لا لا، حبايبي حبايبي هفضحكم. المهم يعني المد، هتقول لي عملت إيه في المد؟ هقول لك المد معروف طول عمره بيعدي بستر ربنا. يعني المد طول عمره بيعدي بستر ربنا. يجي الفاينل بقى هنصيح طبعا. خلينا كنا بنصيح عشان المقال ما تحددش، ما بالك الفاينل كله يعني، وبالذات البايو. الميد معروف طول عمره بيعدي بالبركة يعني مش بالبركة أكيد مذاكر يعني، مش رايح الميد من غير ما أذاكر. بس الفاينل بصراحة كم كبير متراكم و... وأنا بستعبط حاليا إن أنا مضيع الوقت في الجري والكلام الفاضي. هو مش كلام فاضي بس مش وقته يعني حاليا. الفاينل هدعي دعاء السفر وأخش في المحاضرات المتراكمة عليها بإذن الله، وزي ما تيجي بقى. بس أنا ممكن أبدأ بالدي إن إيه، إن كذا حد قال لي إن هو ملوش علاقة باللي قبليه يعني. هم حوالي 4 5 محاضرات، فايه نضمنهم في السكة كده. الوقت مش عارف انا بعمل ايه، بس انا بتمشى يعني، بتمشى في الملعب كده ومش عارف، وماشي بنص كم يعني، مستني اخد برد ولا ايه مش عارف، مستني الانفلونزا تجيلي.
وإلى هنا سيداتي سادتي أنساتي ينتهي فلوجنا لهذا اليوم. نرجو منكم وضع اللايك والسبسكرايب ومشاركة هذا الفيديو لعل غيرك يستفاد ايه غيرك. ما علينا، بس شاركوا برضه يعني. مش عارف انت ليه مكمل الفلوج لغاية الوقت اصلا، بس انت مكمل والله، انت حبيبي. انا لازم استمع للاخر يعني. في حد يسمعني وما يكملش الفيديو للاخر؟ يخرب بيت النرجسية. بالراحة عليا، انا مش قدك يا جميل، مش قدك يا باشا. بالراحة عليا يا جميل، بالراحة عليا، انا مش قدك. اروح في ابو نكلة.